اهلا بيكم في التايم لاين. يا الحمد لله على السلامه يا اسطى، فينك من فتره؟ معلش يا صاحبي ضغطة شغل، بس راجع لك بحلقه دسمه. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. مفيش اهم من الوقت لتنظيم وتحديد كل حاجه في حياتنا، والإنسان من البداية اعتمد على الظواهر الطبيعية في تقسيم وتحديد الوقت، زي اليوم اللي هو دورة كاملة للأرض حوالين نفسها قدام الشمس، وزي السنة اللي هي دورة كاملة للأرض حوالين الشمس. وبعد كده قسم السنة لشهور سواء قمرية أو شمسية، زي ما قلنا قبل كده في حلقة التقويم اللي هسيب لك اللينك بتاعها في التعليقات. لكن تقسيمة الشهور بعد كده لأسابيع ما كانتش سهلة. صحيح يا اسطى، مين اللي قسم الشهر الأسابيع؟ واشمعنى اختار 7 أيام؟ وأسامي الأيام دي أصلا جت منين؟ هقول لك يا صاحبي على كل حاجة، بس بعد البرومو. كل الحضارات حاولت تقسم الشهر، يعني مثلا مصر القديمة كان الأسبوع فيها 10 أيام أو عشور. عشور؟ لا يا صاحبي، عشور دي هبدة من عندي فعدها لي. والرومان كان الأسبوع عندهم 8 أيام، أيام الأتمون عادي يعني أتمون. أما فكرة الأسبوع أبو 7 أيام فبترجع للحضارة البابلية في العراق القديم. البابليين كانوا من أوائل الحضارات اللي رصدت الشمس والقمر والكواكب والنجوم لأسباب دينية، والأجرام السماوية اللي البابليين تابعوا حركتها بانتظام كانت الشمس والقمر والكواكب ال5 اللي هي عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري وزحل، يعني 7 أجرام سماوية. عشان كده الرقم 7 كان له طبيعة خاصة جدا عندهم. في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد الحضارة البابلية كانت متقدمة وسيطرت على مناطق كتير، وده اللي ساهم في انتشار فكرة الأسبوع في منطقة الشرق الأدنى والهلال الخصيب، واتنقل منها بعد كده لثقافات تانية زي الفارسية والإغريقية. وفي القرن الرابع قبل الميلاد بدأ الإسكندر الأكبر في نشر الثقافة الإغريقية أو الهيلينية، وده ساهم في نشر فكرة الأسبوع في أرجاء العالم القديم، ومن ضمنها الهند اللي ساهمت في نشر الفكرة في الشرق الأقصى والصين بعد كده. ومع نشأة روما واجتياحها للعالم القديم اتأثرت بفكرة الأسبوع مع الوقت، لحد ما الإمبراطور قسطنطين في سنة 321 ميلاديا أعلن أن الأسبوع الرسمي في روما 7 أيام، وأن اليوم المقدس فيه هو يوم الأحد، ساندي أو سول زي ما كانوا بيقولوا عليه في روما. بمناسبة الأحد والساندي بقى يا اسطى، أسامي أيام الأسبوع دي جت إزاي؟ شوف يا صاحبي، قلنا ان البابليين كانوا بيرصدوا 7 اجرام سماويه بانتظام، تمام، وكانوا مخصصين يوم لكل جسم سماوي يرصدوه فيه بالظبط، لانه بيكون اكثر وضوحا في اليوم ده، فسموا كل يوم باسم الجسم السماوي اللي بيرصدوه فيه. ازاي بقى؟ يعني النهارده مثلا يوم الشمس عشان بيرصدوا فيه الشمس، وبكره يوم القمر، وبعده المريخ، وهكذا. والتقليد ده اتنقل منهم للإغريق والرومان، وخصوصا ان الإغريق والرومان كانوا مسميين الكواكب بأسماء المعبودات أو الآلهة بتاعتهم. فكان الأسبوع الإغريقي كده: هيليوس يوم الشمس الأحد، سيلين يوم القمر الاثنين، إيريز يوم المريخ الثلاث، هيرمس يوم عطارد الأربع، زيوس يوم المشتري الخميس، أفروديت يوم الزهرة الجمعة، كرونوس يوم زحل السبت. أما الأسبوع في روما فكان كده: سول يوم الشمس الأحد، لونا يوم القمر الاثنين، مارس أو مارتيوس يوم المريخ الثلاث، ميركوري يوم عطارد الأربع، جوبيتر يوم المشتري الخميس، فينوس أو فينيرس يوم الزهرة الجمعة، ساترن يوم زحل السبت. وتسمية الأيام الرومانية لسه سايبة أثرها لحد النهاردة في لغات كتير، وخصوصا اللغات الرومانسية.
اللي هي الإيطالية والفرنسية والإسبانية، وبالذات وتحديدا في أسماء الأيام من الاثنين للجمعة، وتقدر تقارن وتتأكد بنفسك. طب والإنجليزي يا اسطى سموا أيام الأسبوع إزاي؟ الإنجليزي يا صاحبي استخدموا نفس الفكرة، بس اتأثروا أكتر بالقبائل الجرمانية، فاستخدموا أسماء معبودات القبائل دي بدل أسماء المعبودات الرومانية، وبقى الأسبوع الإنجليزي بالشكل ده: Sunday أو يوم الشمس الأحد، Monday أو يوم الاثنين استخدموا Money معبود القمر عند القبائل الجرمانية، Tuesday يوم الثلاث استخدموا تيو المقابل لمارس أو المريخ، Wednesday الأربع استخدموا وودن أو أودن المقابل لميركوري أو عطارد، Thursday أو الخميس استخدموا ثور اللي هو المقابل لجوبيتر أو المشتري، Friday الجمعة استخدموا فريا اللي هي زوجة ثور والمقابلة لفينوس أو الزهرة، السبت Saturday أو ساترن زحل استخدموه زي ما هو عند الرومان بالظبط. وزي ما في ثقافات خدت الطريقة دي من البابليين، في ثقافات تانية خدت طريق تاني في تسمية أيام الأسبوع، وهو الترتيب. زي اليهود مثلا، اليهود رتبوا أيام الأسبوع بدءا من الأحد، فبقى عندهم اليوم الأول وراه اليوم الثاني والثالث وهكذا لحد اليوم السابع اللي هو يوم السبت أو يوم الراحة، وهو اليوم اللي جه بعد الأيام الستة اللي تم فيها خلق الكون طبقا لسفر التكوين. وفي ثقافات كان لها طريقة خاصة في تسمية أيام الأسبوع تجمع بين الترتيب والعادات الاجتماعية، زي العرب رتبوا الأسبوع بدءا من يوم الأحد، فكانوا الأسبوع في الجاهلية كده: أول اللي هو يوم الأحد سموه أول لأنه كان أول يوم في الأسبوع، أهون يوم الاثنين من الهون أو السكون، جبار يوم الثلاث سموه جبار لأنهم كانوا بيجبروا به العدد أو بيكملوا به العدد، ضبار يوم الأربع جاية من الدبر لأنه كان آخر يوم في الترتيب بالعدد بالنسبة لهم. باقي الأيام كانت بتتسمى بعيد عن الترتيب بالعدد. مؤنس يوم الخميس لأنهم كانوا بيأنسوا بيه لقربه من يوم الجمعة اللي متعودين يتجمعوا فيه. عروبة كان يوم الجمعة، والكلمة جاية من الإعراب بمعنى البيان أو الاختلاف، وده الاختلاف الجمعة عندهم عن باقي الأيام لأنهم كانوا بيتجمعوا فيه. شيار يوم السبت، والكلمة جاية بمعنى الظهور. ومع الوقت ومع تطور العرب وتأثرهم بالشعوب والحضارات المجاورة اتغيرت الأسماء واتغير الترتيب لحد ما وصلنا للأسبوع الحالي اللي هو معظمه قايم على الترتيب. في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، ما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.